محمد عبد المنعم من اللعيبه الكويسه جدا، بس انا هقول له حاجه. لو انت عدم تركيزك ده، انت اولا في الفتره الاخيره بقى داخل في حوالي 6 7 ماتشات دلوقتي، المستوى عامل كده، الكيرف عامل كده بالظبط من من قبل المنتخب حتى. يعني كان حتى في الفتره بتاعت كاس العالم للانديه كان الظهور بتاعك ما كانش في افضل شيء. لو تلاحظ كده يا جماعه، لما كنت بتكلم ان بقول ان المدافع لما بتهرب منه ما بيعرفش يرجع بسرعه، لانك انت مدافع عشان ترجع ثقه بترجعها بصعوبه. الحاله اللي فيها محمد عبد المنعم حاليا المستوى عامل كده، لاحظوا كده، عامل كده بالظبط، عمال ينزل عمال ينزل عمال ينزل عمال ينزل، لدرجه النهارده عبد المنعم النهارده في كذا كوره، مع احترامي، بيلعب على مهاجم او على مهاجمين، مش هقول مع احترامي ليهم، هم اقل في المستوى، اقل في الخبرات، اقل في السرعات، اقل حتى في الاحتكاك ما بينه وما بين مدافعين اقوياء. النهارده عبد المنعم اكتر من كذا كوره، يا اما بيقلش يا اما بيباص غلط. ده في كوره حتى المهاجم اللي هي اللي شالها مصطفى شوبير، انا عمري ما شفت، يعني دايما المهاجم بيتقال كده لما بيلف بالمدافع دي بتقلل من المدافع جدا، لان ما ينفعش انت اصلا كمدافع المهاجم يلف بيك. لاحظوا كده في الكره اللي شالها مصطفى شوبير، المهاجم استلمها ولف بيه، خلى عبد المنعم بقى وشه للمرمى، وهو والمهاجم بقى وشه للمرمى برضه، يعني الاثنين بقوا كانهم بيهاجموا على مصطفى شوبير. فلولا طبعا يعني تركيز مصطفى شوبير كان ممكن يحصل هدف. واكتر من كذا كوره برضه فيها، انا دايما بفرق ما بين الثقه وما بين الغرور، لان في بعض الناس اتكلمت بتقول ان هو مغرور. لا، انا ما بعتبرهاش مغرور. على فكره حقك ان انت تبقى واثق في نفسك، حقك ان انت واثق في امكانياتك، بس عشان تثق في نفسك وتثق في امكانياتك لازم تشوف حاله المباراه. ما ينفعش استقل بالمهاجم، ما ينفعش اقول انا ابراهيم سعيد انا بلعب على مهاجم اقل مني فبالنسبه لي ايه سهل ان انا اجيبه. ما النهارده لف بيك مرتين، النهارده اكتر من كذا فرصه بسبب خطأ منك دفاعيا، وبسبب كمان ان ياسر ابراهيم بصراحه اللي حابب ان انا اتكلم عليه، وده هتكلم عليه في وقت بعد ما اتكلم على عبد المنعم، لان انا عايز اقول له حاجه. لو انت شايف ان انت بتفكر ان انت تحترف، فانا بقول لك بالمستوى ده ما يخرجكش بره القاهره ولا بره مصر. بالمستوى اللي احنا بنشوفه في الفتره الاخيره لمحمد عبد المنعم ما يخرجكش بره القاهره، ما يلعبكش في اي نادي حتى جوه مصر. وائل جمعة هو اللي قال عليه مغرور ومتكبر بعد لقاء مديامة اللي فاز فيه النادي الاهلي 1-0 على الفريق الغاني هناك. ووائل جمعة ليه كل الحق، وانت كمان يا ابراهيم يا سعيد كل كلامك صح. محمد عبد المنعم بصراحة بيأدي أداء هزيل جدا، وكان هيكون سبب في كارثة للنادي الأهلي ضد مديامة، وكان هيكون سبب في إن النادي الأهلي يطلع من المباراة متعادل أو كمان مهزوم. فرق كبير جدا وشعرة بين الثقة بالنفس وبين الغرور وبين التكبر وبين التعالي على الكرة. وجماهير النادي الاهلي مش هتسمع لاي لاعب ايا كان ان هو يبقى متكبر، ان هو يبقى مغرور، ان هو يبقى متعالي. عاوز تحترف، عاوز تطلع بره الباب يفوت جمل، الباب مفتوح، الاهلي ما بيقفش على حد. مش انت اللي هتعمل النادي الاهلي، مش انت اللي هتبقى مؤثر في النادي الاهلي يا محمد يا عبد المنعم. هنجيبه 100 مدافع غيرك وهنعمله 100 مدافع غيرك. ايه الغرور والتكبر اللي انت فيه ده؟ ده لعيبه غانا كلت عليك عيش في المباراه دي بشكل غريب جدا. بدل ما تبقى بكمباور في المباراه بقيت رجب طيوزه. كل جماهير الاهلي غضبانه، كل جماهير الاهلي زعلانه من ادائك ومن مستواك في المباراه، وفي اكتر من مباراه قبل كده كنت سيء جدا. زي ما ابراهيم سعيد قال حتى مع المنتخب ما كنتش في افضل حالاتك. ياسر ابراهيم تفوق عليك تفوق كبير جدا، وياسر ابراهيم افضل مدافع في النادي الاهلي حاليا بشهاده الجميع. انت عندك ثقه في النفس، لكن الثقه في النفس لما تتحول لغرور بتودي في داهيه، واكتر من لاعب راح في داهيه قبل كده. ده فان دايك يا راجل مع ليفربول قعدوا يقولوا عليه المهاجم اللي ما بيترقص، المهاجم اللي ما بيتلمش، المهاجم اللي ما حدش بيعرف منه من سنتين. السنه اللي فاتت كل لعيبه الدوري الانجليزي كلت عليه عيش، وكان في اسوأ حالاته. اتعدل شويه السنه دي. الكره يا محمد يا عبد المنعم ملهاش كبير،
كفايه غرور، كفايه تكبر. العب الله يكرمك بحماس. انت بتلعب في النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الشرق الاوسط، وزي ما قلت لك يا سيدي عاوز تمشي السنه الجايه مع مليون سلامه. محدش هيقول لك لا مش عاوز تجدد، ما تجددش. هنجيبه مدافع واثنين وثلاثه وعشره، وهنصنعه مدافع واثنين وثلاثه وعشره. الموضوع سهل خالص والموضوع بسيط. انت وديانج بصراحه عليكم مليون علامه استفهام. ديانج برضو بعد ما كان من افضل لاعيبه نص الملعب واتقال ده جاي في 10 مليون دولار وجاي في مش عارف كام مليون دولار، هبوط كبير جدا في مستواه السنه دي لدرجه انه ما عادش بيلعب. وانت نفس الكلام، اداء سيء جدا جدا جدا، حاجه غريبه جدا. اما الفريق الغني ولاعيبه الفريق الغني اللي ما حدش يعرف عنهم حاجه يعملوا فيك كده في المباراه، ادائك كان دون المستوى. ومش ماتش واحد نقوله ده ماتش وعدى، لا بقالك فتره من ساعه ما قلت مش عاوز اجدد، لا انا عاوز فرصه احتراف، وانت دماغك مشغوله وانت متعالي وانت متكبر على الكره. وده يا حبيبي مع نادي زي النادي الاهلي مش هينفع. محدش هيرحمك من الجماهير خالص. الجماهير لها اللي بتشوفه في الملعب. انت مقاتل، انت ادائك كويس، ولا انت رجب طيوزه حتى لو عندك مليون مهاره مش هياكل مع جماهير النادي الاهلي. ادائك كان وحش جدا 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 ضد مديامه، وكنت نقطه ضعف في دفاع النادي الاهلي، وده شيء مش ممكن يعني، واحنا كجماهير مش هنقبلوه. هنشوف المباريات الجايه مستواك هيتحسن ولا وضعك هيبقى ايه. لو استمرت على الوضع ده تقعد بقى على دكه الاحتياطي لنهايه الموسم، وبعد كده عاوز تحترف، عاوز تطلع بره، رغم زي ما قال ابراهيم سعيد محدش هيطلبك بالاداء اللي شافوه قدام مديامه الغني ده. مين اللي هيطلبك؟ مين اللي هيعوزك تحترف فيه بره؟ مفيش اي حد. ده حتى على رايه في القاهره محدش هيقول فين اللاعب ده او عاوزين اللاعب ده. عيب واجمد واسترجل. انت بتلعب في نادي كبير وعاوزين نشوفوا ادائك بتاع زمان مع النادي الاهلي تاني. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.